لما نعمي ورعوس رجعوا من بلاد مؤاب بعد ما سمعت إنه الله افتقد شعبه وما بقى في مجاعة، رعوس قررت إنها تنزل تشتغل في الحقول لأنه كان وقت حصاد الشعير. وبالقيادة الإلهية الله وجهها لحقل بوعز اللي هو قريب ألي مالك راجل نعمي حماتها. ولما رجعت لنعمي بحصاد كتير قامت سألتها، قالت لها هو منو الزول اللي انت نلتي نعمة في عينه ده عشان يديكي كل الحصاد ده؟ قالت لها اسمه بوعز. نعمي أول ما سمعت الاسم بتاع بوعز قالت لها في راعوس 2 عدد 20 مبارك هو من الرب لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. ثم قالت لها نعمي الرجل ذو قرابة لنا هو ثاني ولينا. قالت لها ده قريبنا، ثاني ولي لنا. ذو قرابة ده يعني مخلص، يعني نسيب. وبوعز كمان كان من سبط يهوذا. الولي ده كان الشخصية الموجودة في العيلة الإسرائيلية زمان، كان عنده أكثر من دور في الوقت ده، هو المسؤول عن عتق أي قريب له من العبودية عشان ما يبقى عبد عند زول تاني، مسؤول إنه هو اللي ياخد التار من الكاتل، ومسؤول إنه هو يرجع الأرض بتاعة العيلة. آخر حاجة هو كان مسؤول عن حمل اسم العيلة من خلال جوازه من أرملة ما يكون عنده عيال. وده الحاجة اللي فعلا عملها بوعز مع نعمي وراعوس، عتقهم من الفقر اللي هم كانوا فيه، رجع لنعمي وراعوس الأرض بتاعتهم، شال اسم العيلة واتجوز راعوس الأرملة وجاب منها عيال. بوعز معناه العزة والقوة. بوعز كان فعلا عنده قرابة عن حق، مخلص مليان قوة وعز، قدر إنه هو يتجوز راعوس المؤابية من الأمم، فكاهم من الفقر ورد ليهم أرضهم وشال اسم العيلة. ده برضو اللي يسوع عمله معانا من خلال الصليب ودمه اللي هو اتسفك عشاننا، عتقنا من عبودية الخطية، نقلنا من سلطان الظلمة ومن سلطان العدو لمملكة ابن محبته. هو الجبل إنه يتحد بالكنيسة الما من شعب الله، وبقى هو شايل اسم العيلة. بقينا إحنا من أبناء الله من خلال جوازه واتحاده بالعروس اللي هي الكنيسة المفدية بدمه. وأخذ لنا التار من العدو، جرده من سلطانه علينا، جرد الرياسات والسلاطين في الصليب. هو كمان الحيجي وحيجي اليوم ربنا حيسترد فيه الأرض اللي هو خلقها من البداية، اللي بقت تحت سلطان العدو. حيجي اليوم والله حيسترد فيه الأرض مرة تانية. لو بوعز فعلا قدر يفك الحق بتاع نعمي وراعوس، فمسيحنا هو المخلص، هو صاحب القوة والعزة القدر يفكنا ويعتقنا من خطايانا ومن يد العدو بلا رجعة.